أهلا بيكم يا حلوين، يا رب تكونوا بخير. فاكريني طبعا، أكيد رجعت لكم تاني يا حبايبي، وهكون معاكم هنا على قنوات فيلم في ثواني. حابين بس نعرفكم إن كل الفيديوهات اللي كنتوا بتحبوها للأسف اتمسحت، لكن مع بعض هنعمل فيديوهات أحلى وأحلى بكتير. أهم حاجة ما تنسوش تدعمونا بلايكات كتير قوي وشير كتير كمان علشان نقدر نكمل، ولو عاوزين نكمل معاكم بجد محتاجين دعمكم ده الفترة اللي جاية. وأسفة لو طولت عليكم، يلا بينا بقى نبدأ المسلسل. بيبدأ مسلسلنا ببنت اسمها وي كانت زعلانة علشان كانت في حفلة مع أصحابها وبيتريقوا عليها علشان لبسها ما كانش حلو وبتاكل كتير، ولسه لحد دلوقتي محدش ارتبط بيها. وفجأة بتشوف بطلنا تشو بتروح له، وبعد فترة بيصحى تشو بيشوف الساعة وبيلاقيها 9، وبيقوم بسرعة وهو مخضوض وبيدخل الأوضة وبيقفل على نفسه، وفجأة بيتحول لخنزير. وبنعرف إنه رئيس مجموعة مجوهرات، بس أبوه زمان كان بيقتل خنازير كتير علشان كده اتصاب بلعنة، وكل يوم الساعة 9 بالليل بيتحول لخنزير، وعلشان كده ما كانش بيفضل بره بالليل، ولو حد اكتشفه هتبقى مشكلة. وبيقرر انه ما يشربش تاني علشان ما يتحولش قدام اي حد. اما وي لما بتفوق بتفتكر اللي حصل لها، وكانت متضايقة علشان كانت مع حد غريب، وبتقوم بسرعة علشان اتأخرت على شغلها. وبعد ما بيخلص وقت اللعنة وبيرجع تشو تاني لطبيعته، وبيقول لنفسه ان لو الست دي عرفت انها كانت نايمة امبارح مع شخص بيتحول لخنزير هتتصدم. وبيروح للشركة بتاعته، وبنعرف ان وي اشتغلت في نفس المكان، وبتيجي واحدة وبتقول لها على طبيعة الشغل. وأول ما بيجي تشو بيقفوا كلهم، ولما بيمشي من جنب وي بيحس إن شكلها مش غريب عليه، وبيعرف إنه أول يوم ليها النهاردة. وبيقول لها إن هي بعد كده هتبقى المساعدة بتاعته، وبتقول لها واحدة إنها محظوظة بس لازم تاخد بالها علشان هي المساعدة رقم 18. وبعد شوية بتروح تفكرها إن ده وقت القهوة بتاعة تشو، وبتروح بسرعة وبتديها له. أول ما بيدوقها مش بتعجبه وبيكبها، وبتتأسف له وي، وبيقول لها إن هو بيشرب القهوة بمية معدنية، وبتحس من كلامه انه مغرور قوي علشان بيقول لها لازم تتحكمي في نفسك شويه. هو مفكر انها معجبه بيه، وبيقرر انه يعاقبها وبيطلب منها تنظف الحمامات. وطول الوقت كان بيفكر اذا كانت هي البنت اللي كانت معاه بالليل ولا لا. وبيشوف الساعه بتاعته علشان قرب يتحول، وكان عايز يدخل الحمام، وبيفتكر ان وي لسه هنا لانه امرها تنظف الحمامات. ولما بتسمع وي صوت في الحمام بتروح علشان تشوف مين، وبتشوفه خنزير صغير وبيعجبها شكله، بس تشو كان متضايق فبتلمسه بالجوانتي بتاع التنظيف. وبتستغرب وي ليه الخنزير حاطط كرافتة، وبتفتكر ان اكيد الرئيس هو اللي عمل فيه كده، وكانت زعلانة وبتاخده معاها البيت، بس كان في حد بيراقبها وبيصورها. ولما بترجع وي البيت بنعرف انها عايشه مع واحده صاحبتها اسمها مي، وكانت شغاله معاها في شركه تشو. واول ما بتوصل البيت كانت متعصبه علشان الشغل كان كتير، وبتقعد تشتم في تشو، وكل ده ما يعرفوش ان هو يبقى الخنزير اللي مع وي. واول ما بتشوفه مي كانت عايزه تطبخه على العشاء علشان كانت عايزه تاكل لحمه خنزير بس، ومش بتوافق، وبتقول لها ان ده صاحبي، وبتمسك فيه بايديها واسنانها. وبتروح وي وبتعمل سندوتشات وبتحاول تاكل الخنزير، بس تشو ما كانش حابب الاكل ده، وبتقرر انها تجيب له اكل خاص بيه. وبيقول تشو لنفسه لو ايه اللي حصل مش هاكل الاكل ده، وعشان كان جعان بيضطر ياكل وبيلاقي طعمه جميل. وبتقعد وي مع صاحبتها وبيتكلموا عن تشو وليه بيختفي بعد الساعه 9 كانه شبه حكايه سندريلا. وبتقول لها مي ان الرئيس بتاعهم عنده نقص في الحب علشان كده بيعزل نفسه وعايز يعذبهم، وكل ده وما يعرفوش ان هو الخنزير اللي معاهم وكان سامعهم. وبتقول وي انه اكيد عنده مشاكل شخصيه واعداء كتير علشان كده بيختفي. وبيقول تشو لنفسه انها دلوقتي بقت عدوته الوحيده من النهارده، وبتاخده علشان تديله شاور، وبتحس فجأة ان هو تعبان. وبتروح لدكتور اسمه شين تعرفه من زمان ومعجب بيها، بس هي ما كانتش تعرف. وبيكشف شين على تشو، وبعد ما بتسيبه بيشوف كلب وبيجري وراه، وبيحاول ينادي على وي علشان يساعدها، بس هي كانت مشغولة مع شين اللي بيديها ورقة علشان تطعيمات الخنزير لانه عصبي. وبعد شوية لما بتسمع صوته بتشوفه قاعد في جنب لوحده زعلان، ولما بترجع البيت بتنيمه جنبها. والصبح اول ما بتصحى بتشوف تشو بعد ما بقى انسان وبتصرخ، وبتيجي مي وبتطمن عليها وبيطلب منها تشو ما تعملش صوت، وبتقول لها وي ان هي كويسه. وبتسال تشو ازاي دخلت بيتي، وبيقول لها انه بيمشي وهو نايم وما كانش عارف هو راح فين امبارح. وفجاه بتفتكر الخنزير بتاعها وبتدور عليه، وبيقول لها ما تقلقيش مش هتلاقيه. وبيلعب بلسانه وبتعرف ان هو اكله على العشاء بالليل. وتاني يوم في الشركه بتعلق صورته وبيعملوا له جنازه، وكانوا زعلانين عليه وبيحطوا ورد قدام صورته. ولما بيجي تشو بيتعصب عليهم وكل واحد بيرجع لشغله، وبيوقف وي وبيقول لها تروح له المكتب بتاعه بعد ما تخلص شغلها. وبتقرر انها تواجهه وبتقول له ان هو
قطع حبتها بالليل واخد الخنزير بتاعها. بيقول لها انت عارفه لما تنشري شائعات غلط وتدمري سمعه الاخرين هتبقى قضيه بتهمه التشهير. وبتشمر ويه هدومها وبتقول له يعني انت اللي هتشتكي، ولسه بتهجم عليه بيمسكها وبيغير كل حاجه ويقول لها انا ما بحبش الست اللي بترمي نفسها على الراجل، ومفكر ان هي معجبه بيه. وفجاه بتيجي الساعه 9 وبيتحول بطلنا الخنزير، وبتتصدم ويه اول ما بتشوفه وبتقول له هو انت فعلا الخنزير الصغير بتاعي؟ وفي دماغها مليون سؤال، بس اهم حاجه انها عرفت الخنزير بتاعها راح فين. وبتقول له ما تقلقش انا ههتم بيك ومش هقول لحد على السر، وهشتغل معاك في الشركه بالنهار وهبقى الحارسه بتاعتك بالليل، بس بشرط هتديني ضعف مرتبي. وبتطلع اتفاقيه وبتجبره يوقع عليها بالبصمه، وعلشان طبعا ما كانش قادر يعترض بتنفذ بداله. وفجأة بتيجي ست كبيرة وبنعرف ان هي جدة تشو، وبتقول لها ان هو مش شيطان خنزير، وكانت متعصبة وبتقول لها ان هي دلوقتي عرفت سر عيلتهم. وقبل ما تكمل بتفتكر وي انها عايزة تقتلها عشان عرفت السر، بس جدة تشو بتقول لها ان هي دلوقتي هتعاملها كمنقذة ليها. وبتتصدم وي وبتقعد مع جدة تشو بتقول لها ان عيلتها كانت بتحب تقتل الخنازير، علشان كده وقعت لعنة على تشو، لازم يلاقي الحب الحقيقي عشان تتكسر اللعنة. وبتقول لها كمان ان كانت في واحدة في قلبه زمان اسمها يانج، وبتوريها صورتها وبيفتكر تشو زمان لما كان مع يانج، وبترسم له صوره وبتصدمه انها هتسافر بس هو ما كانش هيقدر، وبتنفصل عنه لان مستقبلها اهم وبتودعه. ومن وقتها ما فيش حد دخل حياته، وبتطلب منها جدة تشو انها تفضل في حياته ويحبوا بعض علشان تبقى المنقذه بتاعته. وبنعرف ان هي اللي كانت بتراقبها وعرفت ان هي بتهتم بيه، بس وي ما كانتش موافقه وبتقول لها ان هي سكرتيره في المكتب بتاعه مش اكتر. وجدة تشو بتتحايل عليها تفضل معاه وتساعده عشان تكسر اللعنه، وبتديها الاسوره بتاعه العيله، بس وي بترفضها وبتقول لها ان هي وتشو مش بيتفقوا مع بعض، بس عشان خاطر جدة تشو بتوافق تساعده. وبالليل لما بيرجعوا البيت بتقول له انها اسفه عشان كانت بتديله اكل خنزير ودلوقتي هتعمل له اكل بايديها، وبتروح تعمل اكله، واول ما بيشوفها بيشم ريحتها بيتضايق، بس هي بتجبره ياكلها. وتاني يوم في المكتب كانت بتدور على اي حاجه مشتركه ما بينه وما بين الخنزير اللي بيتحول له، وبتقول له ان هي وعدت جدته هتقف جنبه علشان تشيل اللعنه، وبيطلب منها تروح معاه بالليل لحفله، بس اول حاجه لازم يعمل عليها تعديل كبير، وبياخدها المحل فساتين، واول ما بتشوف سعره بتتصدم، وبيقول لها ان هي لازم تكون انيقه وهي معاه في الحفله. ولما بتلبس الفستان وبيشوفها وبينبهر بجمالها، وما كانش مركز في اي حاجه وبيمشي بسرعه. وفي الحفله كان في بنت اسمها هي شايفه نفسها شويتين، ولما بيشوف مجوهرات معروضه في الحفله بتنبهر بجمالها، وبيعرفوا ان دي لمصممه مشهوره اسمها ماجي، بس محدش يعرف شكلها. وكانت في واحده جنبهم بتعرض عليهم الكيكه اللي خبزتها علشان الحفله، وهي كانت بتضايقها بكلامها عشان دخلت مكان زي ده، وبتتكلم معاها وهي في الاخر واحده بتعمل كيكه، ولسه بياخدوا الطبق منها علشان يرموه. بتيجي وي وبتاخد منهم الطبق وبتقول لهم ان دي حاجه ما تترميش، واول ما بتدوقها بتعجبها جدا، بس هي واصحابها لما بيشوفوها لابسه فستان غالي زي ده بيستغربوا جابت الفلوس منين. وبتسالها البنت اللي عامله الكيكه اذا كانت الكيكه عجبتها، وبتقول لها انها جميله جدا، ولسه هي بتضايق وي بالكلام، وفجاه بتطلع لها وي كارت محامي، وبتستغرب هي ليه بتديها الكارت ده، وبتقول لها هي انا عارفه ان المجوهرات اللي انت بتعمليها بتسرقي الفكره بتاعتها من ناس تانية، عشان كده بتدخلي في مشاكل كتير، وده محامي عنده خبره كبيره. وبتتعصب عليها هي ولسه هتمد ايديها بتدافع وي عن نفسها وبتوقفها، وبتقول لها انصحك ما تذليش نفسك عشان المكان كله مليان ناس. وعلشان هي تاخد حقها بتقطع الاسوره اللي في ايديها، وبتقول للكل ان وي قطعت الاسوره بتاعتي الغاليه اللي فيها احجار كريمه، بس البنوته اللي عملت الكيكه بتاخد حجر من الاحجار بتاعه الاسوره، وبتقول لها انه مش حقيقي لان الحجر الحقيقي هيكون عليه شكل قوس قزح، لكن ده ما فيهوش حاجه. وبيستغربوا ازاي كانت عارفه المعلومات دي. وبيشوف تشو اللي بيحصل من بعيد وبيروح عشان يسلم على البنت اللي عملت الكيكه، وبيعرفوا كلهم انها ماجي ومصممه المجوهرات الشهيره، وهي تبقى حبيبته يانج اللي سافرت زمان عشان دراستها. وبتروح هي لماجي وبتقلب شخصيتها خالص، وبتقول لها انا ما كنتش اعرف انك المصممه ماجي، وبتديها عقد علشان بيشتغلوا مع بعض، بس ماجي بتقول لها ان احنا دلوقتي في حفله ولازم نستمتع بيها، وبتطلب من الناس انهم يجيبوا الكيكه اللي عملتها واللي كان عليها خاتم جميل جدا. وبتطلب ماجي من هي تقول لها رايها في الخاتم، وبتقول لها هي عن رايها، وبتسال ماجي رايها في الخاتم، وبيقول لها تشو انت اكيد اتعلمتي حاجه من شغلك معايا في الشركه. وبتصدمهم وي برايها وبتقول لهم ان الخاتم ده بيعبر عن الحب الحقيقي، وبتقول لهم عن كل تفصيله فيه، وبتتبسط ماجي من كلام وي. واخر اليوم بتروح ماجي وبتقعد مع تشو وبيفكروا في ذكريات زمان، ولسه ماجي هتعبر عن حبها لتشو. فجأة بتيجي وي وبتقول لتشو ان عنده اجتماع دلوقتي على النت، بس تشو ما كانش فاكر ان هو عنده اجتماع، وبتوري له الساعة اللي كان فاضل عليها 5 دقايق وتبقى 9، يعني هيتحول دلوقتي. وبيتصدم وبيقوم بسرعة عشان ما يتحولش قدام ماجي اللي بتقول لوي اكيد انت بتعاني مع تشو في الشغل، وبتقول لها وي لا انا مش بعاني خالص، انا حياتي كلها متدمرة بسببه. وبتستغرب ماجي من كلامها. في نفس الوقت بيتحول تشو
الخنزير وبيحاول يخرج بره، وبتسمع وي صوت الطباخين وهم بيجروا وراه علشان مفكرينه هرب من المطبخ. ولما بيروح تشو ناحيه ماجي بتهرب بسرعه وبتقول لهم يبعدوا الخنزير ده عنها عشان هي مش بتحب الخنازير. وبيحس تشو ان اختياره كان غلط، واول ما الطباخ بيمسك تشو كان عايز يقتله، ووي كانت لازم تفكر في اي حاجه عشان تاخد تشو من الطباخ. وبيجي في بالها خطه جامده، وبتقول للطباخ ان الخنزير ده عنده مرض افريقي، وبتوري له الاحمرار اللي تحت ودانه وان المرض بتاعه ده معدي. وفجاه بيرميه الطباخ وبيجري بسرعه هو والناس اللي حواليه، وبيهرب تشو تاني. ولما بتلاقيه وي بتاخده على شين علشان تكشف عليه وتتاكد انه بخير، وكان موضب لها هديه. وبيطلع فيونكه وبيحطوها على راس تشو اللي كان متعصب، وبيقول لهم على فكره انا واحد مش واحده وما ينفعش تربطوني بالشكل ده. وبتقوم وي عشان تشتري حاجات لتشو، وبتطلب من شين ياخد باله من الخنزير بتاعها. بس بنعرف ان تشو هرب في نفس الوقت اللي بتدخل فيه ست عجوزه، وبتشوف تشو كانت مفكره الخنزير بتاعها وكانت جايه عشان تعمل له عمليه جراحيه. وشين لما بيشوفها بيرحب بيها، وما كانش يعرف ان الخنزير اللي معاها يبقى بتاع وي. وبيحضر للعمليه وبيجهز الحقنه في نفس الوقت اللي وي كانت داخله. وبتسمع صوت خنزير بيصوت، وبتحس ان الصوت ده مش غريب عليها، وبتروح بسرعه وبتقتحم اوضه العمليات عشان الخنزير اللي بيعملوا له العمليه يبقى بتاعها. وبتقول لهم بس الست العجوزه ما كانتش مصدقه، وبتقول لهم وي ان في حسنه في رجل الخنزير بتاعها. ولما بيشوفوها بيتاكدوا فعلا انه مش الخنزير بتاع الست العجوزه وده بتاع وي. وبتطمن ان هي لحقته قبل ما يعملوا فيه حاجه. بس الست العجوزه بتقول انا دفعت فلوس العمليه ولازم يعملوها عشان ما يحصلوش حاجات وحشه. وتشو كان مصدوم ومحدش كان سامعه. وبتحاول وي تدور على فكره تانية عشان تطلعه من الاوضه، وبتقول لهم ان هو اصلا مش بيعرف يعمل حاجه. وبتطلب منهم انهم يدوها الخنزير بتاعها، وبتطلع. وفي البيت بتجيلها رساله من جدتها بتطمن عليهم، وبتحس وي انها لازم تعمل حاجه عشان تقرب تشو من حبيبته وتكسر له اللعنه. وبتلبسه وبتعمل ماتشنج معاه، وبيقعدوا يتفرجوا على فيلم رعب. وبتيجي مي وبتخوفها وبتقول لها لما انت مش قد الافلام الرعب بتتفرجي عليها ليه؟ وطول الوقت كانت ماسكه في رقبه تشو. ولما بيهرب منها بتشوف شعر في ايديها، وبتعرف ان هي خدت شويه من راسه. وتاني يوم الصبح بتقوم تدخل الحمام وبتلاقيه مقفول وما كانتش سامعه اي اصوات، ومفكره ان تشو في مشكله ولسه هتكسر الباب. فجاه بيطلع في وشها، ومفكره ان هي ممكن تقدر تكسر اللعنه، ولسه بتقرب منه وفجاه بتيجي مي. والصدمه الكبيره ان شين كان معاها، ولما بيشوفهم بيمشي بسرعه. ومي بتفكر ان وي وتشو مع بعض، ووي ما كانتش قادره تحكي لها عن المسلسل اللي هي عايشه فيه. وتاني يوم في الشركه بيشوف تشو نفسه في الكاميرا، وبيحس ان شعره فيه حاجه غريبه علشان وي اخدت منه شويه بالليل. وبتروح تديله هديه وبتقول له يستخدمها على طول، وبتقول له انها دفعت فلوس كتير عشان الهديه دي. وبتمشي وبتسيبه، وبيحس ان هي مهتمه بيه، وبيشوف ايه اللي في الهديه. واول ما بيفتحها مش بتعجبه. وبعد شويه بتيجي مكالمه على مكتب وي من عميل في الشركه، وكان بيهزقها وبيقول لها كلام كتير وبيشتكي وصوته كان عالي، وما كانتش قادره ترد عليه. والكل حواليها كان متضايق من طريقه كلامه معاها. ولما بيمشي تشو من قدامها بياخد التليفون، وما كانش فارق معاه انه يخسر الشغل معاه، وبيديله كلمتين في جنابه وبيقول له ان اي حد بيضايق حد من مكتبه يبقى كده واقف قصاده، ومن النهارده مفيش شغل بينهم الاثنين. وبيديها التليفون. والكل كان مبسوط علشان تشو دافع عن وي، وبيطلب تشو تروح له المكتب. في نفس الوقت مي بتبعت رساله للجده وبتقول لها ان كل حاجه بتحصل زي ما احنا عايزين، وبنعرف انها بتراقبها وبتحاول تقربهم من بعض. اما تشو فبيسال وي ليه ما ردتش عليه وهو بيهزقها، وبتقول له انها ما كانتش عايزه تخسر الشركه بسببها، وبيقول لها ان هو يقدر يجيب 1000 عميل بس ما حدش يتكلم بطريقه وحشه. وبتتبسط انه بيدافع عنها وبيطلب منها ترجع الشغل. وبعد شويه بتيجي مكالمه لتشو من جدته بتطلب منه يجيب وي على البيت. وبالليل لما بيجيبها بتفكرهم انهم بقوا كويسين مع بعض، وكانت عايزه تقربهم اكتر من بعض. وبتدي لوي لبن، وما كانتش تعرف ان فيه مخدر. وبتقفل عليهم الباب، وعلشان ما كانتش حاسه بنفسها بتحاول تقرب من تشو، بس فجاه بيتحول لخنزير. وتاني يوم لما بيرجع لطبيعته كانت مكسوفه من اللي حصل، وما كانتش لاقيه تليفونها، وبتطلب منه يرن عليه، بس ما كانتش عايزاه يشوف الاسم اللي مسجلاه بيه لانها مسجله الخنزير الشرير. وبتحاول تبرر له وبتقول له ان كل واحده بتحب تسجل الناس باسامي مختلفه، وبيقول لها انا لسه متسامح معاكي بس مش هفضل كده كتير. وعلشان ما يزعلش منها بتقوم وبتحضر له اكل كتير، وبتساله بيحب ايه بس مش بيجاوب عليها، وبيقول لها انت بتحبي ايه، وبتقول له انا اكيد طبعا بحبك، وما كانتش عارفه تكمل القصيده. وبتطلع مذكره كانت كاتبه فيها بيت شعر، بس تشو ما كانش مقتنع باللي بتقوله، وبتطلب منه ياخدوا اجازه النهارده ويخرجوا مع بعض. وبتلبس وبتظبط نفسها وبينزلوا، بس بتوقفه وبتقول له انهم مش عارفين هيروحوا فين. وبيقعدوا مع بعض وبيفكروا، بس كانت كل الاماكن بتاعته رسميه، وهي كانت عايزه تعيش اليوم حره. وكل ده جدة تشو بتبص عليهم ومبسوطه انهم بيقربوا اكتر من بعض. ولما بيخرجوا بتطلب من المساعد بتاعها يراقبهم. وفي محل
كل الايس كريم بتطلب من تشو انه يقف في الصف علشان يجيب لها ايس كريم، بس هو ما كانش بتاع الكلام ده، وبيروح لاول واحده وبيديها 500 جنيه عشان تمشيه. بس باقي الصف بيتضايق وبيقول لهم انهم هياخدوا فلوس زيها، وكل واحد بيعدي بياخد فلوس وبيمشي. وبيقول تشو لوي ان الناس مسحوره بيه عشان هو وسيم، وبتقول لوي بالعكس الناس حبت فلوسك اكتر. وبيروح علشان يطلبوا الايس كريم، وبتقول لهم البياعه ان عندهم مفاجاه النهارده لاي زوجين. وبنعرف ان مي ومساعده جده تشو كانوا بيراقبوهم وهم اللي مدبرين مع البياعه علشان يخلوا تشو يقرب من وي. وبتقول لهم البياعه على العرض بس لازم الاول تحس ان البطل بيحب حبيبته. وفي مشهد رومانسي بيقرب منها وبياخدوا العرض. وبالليل وي قلبها كان فيه مليون صراع، وبره الأوضة تشو كان نايم وبيحس بحد غريب بيقرب من أوضة وي، وبيعرف إنه حرامي وبيروح يمسك في رجله علشان ما يأذيهاش. بس الحرامي بيطلع السكينة ولسه هيضرب تشو، فجأة بتطلع وي وبتديله على دماغه، وبتطمن على تشو وبتعمل له مساج علشان الضرب اللي أخده من الحرامي. وبيفتكر وقتها ماجي أول ما شافته وهو خنزير كانت خايفة وقالت للكل يبعدوه لأنها بتكره الخنازير، لكن وي بتهتم بيه وما كانتش متضايقة أبدا منه. وتاني يوم في الشغل بتتصدم وي لما بتشوف الصورة بتاعتها مع تشو في محل الايس كريم، بس اللي خلاها تهدى شوية انها كانت بظهرها ومحدش كان عارفها، وكلهم كانوا مصدومين لانهم عارفين قلب تشو حجر. ولما بيبصوا على وي بيحسوا ان فيها شبه من البنت اللي مع تشو. وبتقول لهم وي يعني تفتكروا واحد زيي هيعجب بواحدة زي بتلبس بناطيل جينز؟ ده عايز واحدة بتلبس فساتين راقية. وبيبعدوا خالص فكرتهم ان اللي مع تشو تبقى وي. واخر اليوم في بيت وي بيجي لها تليفون من ابوها علشان رتب لها ميعاد مع واحد في نفس سنها تقريبا، وبيطلب منها تروح تقابله بكره بعد الشغل، بس هي ما كانتش عايزه. وابوها بيجبرها وتشو بيسمع الكلام وكان متضايق. وتاني يوم بعد الشغل بيكلمها ابوها وبيفكرها بالميعاد وما كانتش عارفه تعمل ايه، وبتكلم صاحبتها عشان تشتكي لها. في نفس الوقت بتشوف تشو قدامها وبتفكر في فكره جهنميه، وبتطلب منه انه يجي على الميعاد ويقول للولد اللي هتقابله انه صاحبها علشان تطفشه. وبيقول لها ان هو صحيح ما بيحبش يعمل كده بس هيعمل كده عشان خاطرها، وبيطلب منها تقول له على المكان والزمان. ولما بتوصل وي على المطعم بتشوف واحد قاعد لوحده وبتروح له بتعرفه بنفسها، بس الصدمه لما بتلاقيه شين وبيقول لها ان كل مره بيطلب منها يخرجوا مع بعض مش بيكون عندها وقت، وما كانش عنده حل تاني غير انه يدخل عن طريق ابوها. وبتتبسط وي انها قاعده مع شين بس بتفتكر تشو وبتبعت له رساله وبتقول له ان هي هتروح تتفرج على فيلم مع الراجل اللي قابلته وما قالتلوش انه شين، وبتطلب منه ما يجيش. وكانت مبسوطه ان في حد بيحبها وبتجيلها مكالمات كتير من تشو بس مش بترد عليه، وبتلاقيه واقف قدامها وبيقول لها ان هو جاي ياخدها علشان يروحها البيت، وبيمسكها من ايديها وبيوقفوا شين وبيقول له انت تقرب لها ايه. ولسه وي هتقول له ان ده مديرها فجاه بتلاقي تشو بيتكلم بالنيابه عنها وبيقول له انها تبقى صاحبتي، وبيقول له انت مش واخد بالك اني ماسك ايديها ولا ايه. وبياخدها غصب عنها وبيمشي، وبيسالها ايه اللي عجبك في شين وليه عايزه تروحي معاه. وبتقول له ان هي شايفاه لطيف وبتوصفه بشكل حلو، وبتقول له انه مختلف عن ناس تانية وشها مكشر على طول. وبيفتكر تشو ان الكلام عليه، واول ما بتحس وي انها زودتها قوي بتقول له انها ما كانتش بتتكلم عنه وان هو طيب. وفجاه عربيه كانت هتخبطها وبيشدها بعيد ولسه بتتحرك رجليها بتتلوي، وبيشيلها وبيوديها البيت وبيحط لها كريم على رجليها. بس فجاه بتجيله مكالمه من ماجي بتستنجد بيه وبيروح لها بسرعه، وبنعرف انها كانت داخله مكان وفي ناس بيعكسوها وبيدافع عنها وبيضربهم. وبتيجي وي وبتشوفهم وهما بيحضنوا بعض وبتتضايق بس ما كانتش عارفه هي متضايقه ليه لانها تبقى حبيبته. وبتجيلها رساله من شين بيسالها اذا كانت فاضيه بكره وبتقول له اه. وتاني يوم في الشركه بتدخل جده تشو عليه وكانت متضايقه منه علشان ساب وي تخرج مع راجل تاني وما كانش عارف بتتكلم عن ايه. وبتقوله ان هي راحت مع شين لملعب التنس، وفي ملعب التنس مي بتطلع يافطه علشان تشجع فيها شين، والبنات كلها لما بيشوفوه وهو بيلعب كانوا معجبين بيه وبلياقته. وفجاه بتشوف وي تشو وهو جاي ومعاه ماجي وما كانتش عارفه هي زعلانه ليه وغيرانه. وبيعمل تشو نفسه جاي بالصدفه وبيطلب منه شين انه يلعب معاه وبيوافق. والبنات كانت معجبه بتشو اكتر، حتى وي بدات تغير قوي. ولما بتفوق بتفتكر نفسها وبتيجي بنته بتسالها اذا كان شين مرتبط وبتقول لها لا، وبتسالها كمان عن تشو وما كانتش عارفه تجاوب عليها. وبيجي تشو بيجاوب بنفسه بيقول لها انه بيحب واحده وما كانتش تعرف ان هي الواحده دي، وماجي بتفتكر انها هي. ولما بيمشي بنعرف ان وي راحت مع شين المطعم وبيطلبوا اكل ولسه بيتكلموا، فجاه بتشوف تشو قدامها ومع ماجي وبيعمل برضو نفسه جاي بالصدفه. واي تصرفات شين بيعملها لوي كان بيتضايق وغيران بس مش بيبين. وعشان الاكل بيتاخر بتطلع وي بسكوت وبتوزعه على الكل الا تشو اللي بيتضايق وبيقول لها اشمعنى انا. بتقول له وي انا عارفه انك بتحب الاكل الصحي، وبيقول لها لا انا عايز زيه. وكانت عامله له مفاجاه وبتطلع له برطمان اكله وبيتصدم الكل لما بيشوفوه، واللي كانت منهم وي لانها طلعت البرطمان الغلط. بس تشو
كان مصمم ياكله، واول ما بيفتحوا بيتضايقوا كلهم من الريحه لانه عباره عن توم اسود، ولما بياكلوا بيغمى عليه. وفي المستشفى لما بيفوق بتتاسف له وي لانها ما كانتش تعرف ان عنده حساسيه من التوم، ولسه بتقوم علشان تنادي للدكتور بيمسكها، ولما بتقرب منه وبتتكسف وبتروح، وبعد ثواني بتيجي ماجي وبتديله برتقان، بس بيقول لها ان هو ما بقاش بياكله من زمان، وبتقول له انا عارفه انك اتغيرت عن الاول كتير، وملاحظه كمان من طريقه تعاملك مع وي انك بتحبها. وبيقول لها فعلا انه بيحب وي، يعني ماجي ملهاش مكان في قلبه، وكانت مبسوطه علشان لقى الحب لانها فرصه مش بتيجي كتير، وبتطلب منه تحضنه للمره الاخيره كوداع. في الوقت ده بتوصل وي وبتشوفهم، وكانت زعلانه عشان مش عارفه ليه بيعمل معاها كده بعد ما بيحسسها بالحب. وبالليل بتشرب كتير ومي ما كانتش قادره تشيلها، وبتتصل على تشو يجي يلحقها، بس بيجي شين وكان عايز ياخدها يوصلها، وتشو بيوصل وبيمنعه وبياخدها وبتتعصب عليه، وبتساله ليه بيعمل كده وبيكذب عليها، وبتطلب منه يمشي لانه مش بيحبها، وبيحاول يهديها بس هي كانت متعصبه، وبيقرب منها في مشهد رومانسي، وفجاه بيغمى عليها. وتاني يوم لما بتصحى بتسال مي عن اللي حصل لانها ما كانتش فاكره اي حاجه، وبتجيلها مكالمه عشان كان لازم تروح الشغل. وبالليل اول ما بتيجي الساعه 9 بتفتكر بسرعه تشو كانت رايحه تلحقه انه ما يتحولش قدام مجلس الشركه، بس بتتصدم لما بتلاقيه سليم، يعني اللعنه اتكسرت، وفكرت ان ماجي هي اللي كسرتها وقت ما كانت في المستشفى. وتاني يوم بيطلب تشو من وي انها تيجي تفطر لانه جاب اكل، وبيقول لها انه اشترى اكل كتير ومش عايز يرميه، وبيطلب منها تفطر وهي كانت مفكره انه بيهتم بيها، اتاري مش عايز يرمي الاكل، بس هو فعلا كان جايبه ليها مخصوص. وبيقول لها تشو انه اشترى تذكرتين سينما، وقبل ما بيكمل كلامه بتقول له وي انها هتروح بنفسها وتوصل تذكره السينما لماجي، بس هو بيقول لها تيجي على السينما وما تشغلش بالها باي حاجه. ولما بتوصل بتلاقي تشو جاي ومعاه التذكرتين والفشار، وبتساله عن ماجي لانها اتاخرت، فبيقول لها ان هي تعبانه شويه، وبتدخل معاه وبتتفرج على الفيلم اللي كان رعب، وبتحاول تمسك فيه، وفي نفس الوقت كانت متضايقه من الرجاله وبتضرب في تشو. وبعد الفيلم بيروحوا علشان يتغدوا، وبتشوف وي من بعيد شين وهو داخل ومعاه ماجي، وما كانتش عايزه تشو يشوفها ويفكر انها بتخونه، وبتمنعه باي طريقه وهو ما كانش فاهم اللي بيحصل. وفجاه بيجي شين وماجي وبيسلموا عليهم وبيقعدوا مع بعض، وبتستغرب ان تشو مش متضايق انهم مع بعض، وكمان شين بيهتم بيها. وبعد شويه لما بيمشوا بتتعصب عليه عشان هي اللي كسرت له اللعنه، ودلوقتي مش مهتم بيها وما كانش عارف يفهمها ان هي اللي كسرت له اللعنه، وكانت متعصبه عليه، وكل ما بيحاول يقرب منها بتبعد وبتتعصب وبتقول له انا بكرهك. وبالليل لما بتقعد مع صاحبتها وبتقول لها انها متضايقه من تشو لانه استخدمها كبديل وانه بيحب ماجي، وبتقرر انها تستقيل وتعمل له بلوك. وتاني يوم لما بيروح تشو الشركه مش بيشوفها، وكان متعصب من كل حاجه، وبيطلب من مي توصل رساله لوي ان جدته تعبانه، وبتروح علشان تزور جدته وبتلاقيها كويسه، وبتحاول تستفسر جدته عن سبب زعل وي، وبتقول لها انهم الاتنين في بينهم سوء تفاهم وتفكيرهم مش زي بعض، وكانت زعلانه. وبيجي تشو بتقول لهم جدته يحلوا مشاكلهم، ولسه وي بتمشي بيوقفها تشو، وبتقول له وي انها بتكرهه لانه عملها بديله، وانه بيحب ماجي لان هي اللي كسرت له اللعنه، وبيسكتها تشو وبيعترف لها بحبه، وبتتصدم، وبيقول لها ان هي اللي كسرت له اللعنه، وبتفتكر اللي حصل لما كانت زعلانه، وبتفتكر برضه انها من فتره كانت مع واحد وكان لازم تعترف لتشو، ولما بتقول له بيصدمها ان هو اللي كان معاها، وبتطمن. وبعد شويه بتروح لها ميو وبتاخدها على مكان تاني علشان تشو عمل لها مفاجاه، وبينزل على ركبه وبيتقدم لها وبيقول لها ان هي الوحيده اللي في قلبه والواحده اللي حبها، وبيتمنى يقضي معاها طول حياته، وبتوافق. وهنا خلص مسلسلنا. سلام.